مبدئيا احب احييكوا انا والشيف زعبولة صديقي. دلوقتي هو معايا على طول في المطبخ وهيساعدني في كل الاكلات اللي احنا بنعملها. عملنا ايه يا شيماء النهارده؟ عملنا تفريزات لرمضان بس مختلفه شويه. في حد من حبايبي كان سالني على طريقه المحشي. تعالوا بقى هوريكم طريقه لتسبيكه المحشي نفرزها وتقعد معاكي من السنه للسنه. يعني اعملي الكميه اللي انت عاوزاها، وما اعتقدش ان في ارخص من الطماطم دلوقتي في السوق. تعالوا بينا يلا بقى نشوف عملنا الحلاوة دي ازاي بطريقة سهلة ومخدومة 100%. يلا بينا. يلا يا ست الكل بقى منك ليها، هاتولي كده دول 10 كيلو طماطم مغسولين كويس جدا ومقطعاهم، ومعايا 2 كيلو بصل. حابة تزودي البصل عن كده مفيش اي مشكلة، لكن تقلليه مش هيبقى لطيف عشان التسبيكة بتاعت المحشي بتحب البصل، بيديها تسكيرة وطعم حلو قوي. هنجيب بقى الكبة صديقتي حبيبتي وهرمي فيها البصل بتاعي، بس طبعا هقسمه كل واحدة 2 كده. هقسم البصل معايا وهنحطه في الكبه نضربه. انت حابه تضربيه خشن تمام، انا لا بخليه خشن ولا بخليه ناعم، بخلي البصله متوسطه كده. لان هي اوريدي بتدوب في التسبيكه. لان انا في ناس بتخلي التسبيكه بتاعتها البصله تحمر قوي، لكن انا ما بوصلهاش لكده، لان بحس ان بيبقى فيها ايه سنه مراره. انا اول ما بتبدا تديني لون الجولد بكون حاطه الطماطم بتاعتي. وهقول لكم على كام تريكايه كده هعملها وعلى كام مكون هنحطهم، بس ايه برضو مش في اول التسبيكه، في اخرها واحده واحده كده معايا وهتشوفي هنعمل ايه. مبدئيا كده يا كتكوته انت وهي، لو شفتوني لحد هنا ما تنسيش اللايك. شايفاك اللي ما حطيتيش اللايك هطلع لك من الشاشه دلوقتي. وحشتوني وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. لو اول مره تشوفيني، آه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. انا شيماء ومحتوايا بقدم طبخ و... وبس كده. وبشكر كل اللي باركولي على فرح خالد، وكل اللي دخلوا على الصور. انتوا طلبتوا صور الفرح، نزلت لكم صور ليا وصورة لخالد ومنار على المنتدى. بشكر كل اللي دخلوا هنوني، يا رب يا رب يبارك لي فيكم انتوا. والله والله الرزق اللي ربنا اداهولي في حياتي، كلامكم بيطبطب على قلبي بجد، والله كلامكم بيطبطب على القلب. ربنا يبارك لكم ويراضي خاطركم. يلا بقى اقول لكم وصلنا لفين. انا هفضل بقى ارغي ارغي كده وانسى اللي انا بعمله. هروح بقى اجيب الحله الاثريه بتاعتي العظيمه دي. عاوزه اقول لكم يا جماعه ان الحله دي من جهازي، بقالها يعني ربع قرن، بقالها 26 سنه ومحدش يضحك عليا. دي من طقم الحلل بتاعي، انا خليت بس يعني انا وزعته كله بس خليت اكبر حلتين بينفعوني بصراحة في تسييح سمنة، في كميات أكل بعملها. بصوا بقى في مقطع اتقطع مني، بدأ معايا كده ما شاء الله في أول التصوير، بس الحمد لله لحقت الدنيا. أنا حطيت على الكمية دي لتر زيت، ومش كتير، دول 10 كيلو طماطم تمام. يعني على الأقل على الأقل هيطلعوا لنا 8 أكياس تسبيكة محترمين. فأنا حطيت من ده كيلو زيت، وحطيت معلقتين سمنة بلدي، ودي اختياري، مش حباها مفيش اي مشكلة، لان احنا هنحط مع الزيت مكون تاني هوريهولك في الاخر خالص هنحطه، هيغطي على كل الكلام ده. فمش حابة تحطي السمنة البلدي مفيش اي مشكلة. هنبدأ بقى نخليها على النار كده ايه، وعلي النار بس ايديكي فيها تروحي وتيجي تقلبيها تمام. انا هعمل ايه؟ في ناس بتحب تضرب الطماطم ناعمه، وفي ناس بتحبها خشنه. انا بحب الطماطم بتاعت التسبيكه تكون خشنه. انت لو حباها ناعمه اضربيها عادي في الخلاط مفيش اي مشكله، لكن انا بصراحه بحبها تبقى خشنه كده. اي نعم هضربها في الكبه، بس يعني باركولي باركولي صلحت الهاند بلندر بتاعي، وديته الصيانه وعملته. وهمشي كده الهاند بلندر ماشيه خفيفه كده برضو، بس انا مخلياها خشنه. انا بحب التسبيكه بتاعتي تبقى فيها ايه ملحمه كده، الطماطم بلحمها حلو كده. انتوا جربوها بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده، هتحسوها حتى في الحشوه وفي الطعم مختلفه. وبرضو ملحوظه، انا ما حطيتش ميه نهائيا. لو هتضربي الطماطم في الخلاط ما تحطي لهاش ميه، ما بتزودش ميه في ضرب الطماطم. الطماطم بتاعت التسبيكه يا بنات ما بيتحط لهاش اي ميه، لان احنا بنخليها تتسبك تنشف من الميه تماما، الميه بتاعتها الطبيعيه بتاعت الطماطم. فاحنا ما بنحطش اي ميه اضافيه. متفقين؟
متفقين. وملحوظة للي هيسألوني أكيد طبعا في الكومنتات على البولات اللي أنا حاطة فيها الاستانلس دي. البولات دي يا بنات بتاعة محلات الأكل. اه والله بتاعة محلات الأكل بيستخدموها في المطاعم والكلام ده. بس أنا بعوز حاجات كميات يعني حاجة بتكون غويطة وكبيرة، فبدل ما أجيب أطباق بلاستيك أو أجيب عجانات كبيرة، جبت الأشكال دي بصراحة. منين دي؟ هقول لكم في مكان في باب الشعرية، اسمه شارع المرجوش. شارع مرجوش بيتباع فيه الحاجات دي، بيتباع فيه كل ما يخص تجهيزات المطابخ وتجهيزات المطاعم والكلام ده. فبتلاقوا الحاجات الجميلة دي فيه. انا جايبة الطقم ده 3، جايبة دي والاصغر من واللي جنبها والاصغر منهم، جايبة 3 قطع. واسعارهم يا جماعه مش اللي هي الاوفر ولا الغاليه قوي، اسعارهم معقوله وحلوه قوي فوق ما تتخيلوا يعني. انتوا اما تروحوا وتشوفوا الاسعار هناك هيجيلكوا ذهول. تمام. فدول انا زي ما قلت لكم جايباهم من شارع اسمه شارع مرجوش. فين؟ في زي ما قلت لكم في باب الشعريه. تمام كده. انا قلت لكم على اماكن البولات دي. بصوا بقى يا حلوين، انا دلوقتي مشغله البوتاجاز على البصل، يعني بروح واجي بقلب البصل كل شويه، ببص عليه واقلبه، مخليه النار عليه متوسطه ومش عاليه، بس ايديك تبقى فيه باستمرار علشان ما يلزقش منك في قاع الحله. تمام. نخرج بقى عن اللي احنا بنعمله ده، وعاوزه اقول لكم على كام حاجه كده تعملوها اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين، احنا بقينا في اول رجب. ربنا يا رب يعود علينا الايام كلها بخير يا رب، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويعدي الايام دي كلها يا رب على خير علينا. بصي بقى يا حلوه منك ليها، الفتره دي الايام الشهر بتاع رجب وشهر شعبان بيطيروا، صدقوني بيطيروا الايام، اسرع منها مفيش. اعملي ايه بقى الفتره دي؟ الفتره دي اللي تقدري تفرزيه فرزيه، اللي تقدري تشيليه شيليه، اللي بيتشال بيعدي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تشيلي بكذا طريقه. تمام. انا هديكي كذا طريقه. ممكن تشيلي فلوس، بس انا بقولك اما تشيلي حاجات احسن من الفلوس، علشان كل مادة الحاجة بتغلى. تمام. فبقى شيلي الفلوس مش احسن حاجة. تمام كده. تشيلي ايه بقى؟ هات زي ما قلت لك شنطة كبيرة كده او كرتونة وشيلي. ارمي فيها كيس سكر، باكو شاي، كيس مكرونة، كيس رز. كل الحاجات دي اما تشيلي مثلا كل اسبوع حاجة، هتلاقي نفسك اخر الشهر شايلة حاجات كتير. الشهر اللي بعده هتبقي يخش عليكي رمضان بيتك مليان خير. تمام. فرزي فرزي اللي تقدري عليه. الشهر ده يا جماعة شهر الخير. الشهر اللي احنا فيه شهر واحد ده، او احنا بيسموه طوبة. الشهر ده اجمل شهر للخضار، لكل الخضروات بانواعها. اجمل وقت ليها واجمل وقت تفريزات الشهر اللي احنا فيه ده. واجمل وقت الخزين السمنة برضو الشهر اللي احنا فيه ده، شهر 1 و2، بس شهر 1 اكتر. لحد نص 2 معاكي، خزني اللي انت عاوزاه كله من خضار، من سمنة، كل الحاجات دي في وقتنا اللي احنا فيه ده. اعملي ايه وانت رايحه في السوق دلوقتي؟ انا سمعت على للعلم برضو ان في حد بتاع شعبة اللي هم المزارعين بيتكلم ان البصل والطماطم هي اسعارهم هترتفع جدا اخر الشهر الجاي. فانا مش عارفه المعلومه مؤكده ولا لا، بس انا سمعت اللي هو بتاع شعبة المزارعين بيتكلم في خبر. فايا كان حتى لو مش هيغلي، فرزي فرزي وشيلي الحاجه رخيصه. عارفه يعني ايه الطماطم ب6 جنيه وب7 جنيه؟ هاتي هاتي كميات وشيلي وفرزي. اعملي تسبيكات زي اللي انا عاملاها دي. اعملي. احنا الشعب المصري بيحب المحاشي، احنا بنحب المحاشي بانواعها. هاتولي بيت ما بيعملش مره او مرتين في الاسبوع محشي. تمام. فرزي طماطم، اعملي الطماطم عادي اللي هي صلصيها صلصه عادي، هعملها لك انا عاملاها، وهعمل تاني هشيل تاني. البسلة، السبانخ، الفاصوليا، كل الخضرة العادية بتاعت المحشي. هاتيها واغسليها حلو ونشفيها من المية وخرطيها وشيليها في اكياس في الفريزر. كل الحاجات دي يا جماعة ما بتخسرش. الكرنب وقته الحلو دلوقتي الورق بتاعه جدا، هاتوا كرنب وفرزوه. الحاجات دي خير في البيت. وهيجي عليكي رمضان هتلاقي نفسك عندك ده وعندك ده وعندك ده. هيبقى مثلا ايه اللي مقدور بقى عليه؟ حتة لحمة، حتة فراخ، بانيه، معرفش ايه. الحاجات اللي هي ايه، اللي هي مش اساسية زي اللي موجودين في الحاجات اللي بتبقى موجودة في البيت، فاهميني؟
بمعنى إن في لحمة ما فيش لحمة هناكل، تمام؟ أهم حاجة حبة الرز، الطبيخ، الغموس، العيش، ده أهم حاجة عندنا. تعالي قولي لي كشيماء انت ايه اقرب اكله لقلبك، او اكتر اكله انا وولادي وعندنا في البيت بناكلها اما نعملها؟ والله والله قسما بالله زي ما بقول لكم، حبه فول بطماطم، فول بقوطه، او طاجن فول كده حلو، وحبه بتنجان مخللين، شويه بطاطس مهروسه، شويه او بطاطس معموله بالدقه، هو تحابيش الاكل، حبه جرجير على حبه فجل، مفيش اجمل من كده. طبق جبنه قديمه. يا جماعه الاكل ده هو اللي بياكل، الاكل ده هو اللي بياكل. انا لو حطيتي قدامي خروف وحطيتي قدامي طبق جبنه قديمه بطماطم، هقعد اكل طبق الجبنه القديمه والله. المهم، بطل رغي بقى، كفايه رغي يا شيماء. البصله بتاعتي بقى بدات يعني ايه، تاخد لون، فايدي بقى بقت فيها، ما سبتهاش. انا الاول كنت سايباها اما تبدا ايه، تخش في لون شويه، لكن اما بدات بقى خلاص بتلون من تحت لفوق كده، بقى بقيت اقلب فيها. ايديكي تفضل فيها بقى علشان ايه؟ علشان تاخد اللون معاكي. هتلاقوا ايدي فيها دلوقتي على طول، علشان ما تتلسعش مني. ليه ما تتلسعش منك يا شيماء؟ علشان لو اتلسعت او في البصل اغمق قوي هيمرر منك، ضاعت مننا التسبيكه كلها، التسبيكه كلها هيبقى مررت، ضاعت مننا. فانتي تبقي مركزه قوي وانتي بتعملي التسبيكه. باكد عليكي، سواء في تسبيكه سواء في طبيخ، اي حاجه بتعمليها البصله اغمقت معاكي ما تكمليش بيها الاكل. سهيتي والبصله غمقت منك او احمرت زياده عن اللزوم، هتبوظي طبخه كلها عشان بصله. البصله يا جماعه اما بتغمق او بتدي مراره مش حلوه ابدا في الاكل، وبتغمق الاكل بصوره مش بيبقى شكله حتى مش لطيف، بيبقى لا طعم ولا شكل. تعالوا بقى للمكون السري اللي احنا هنحطه ويخلي التسبيكه دي بقى حاجه كده خياليه، بتبقي بتاكلي محشي زي ما قال الكتاب. دول حوالي 200 جرام ليا، مقطعاهم صغنن قوي. ما حطيتيهمش ليه في الاول يا شيماء؟ علشان انا مش عاوزاهم ينشفوا معايا ويقلحفوا كده ويبقوا ناشفين، لا انا عاوزاها تبقى طريه، وكده كده هتنزل سمنتها واحنا بنشوح البصله، وفي التسبيكه نفسها اما تغلي مع الطماطم، وانا عاوزاها تبقى طريه معايا في الاكل، لان هي بتدوب بعد كده بتبقى زي الميه وانت بتحشي المحشي. حلو كده. هبدأ بقى خلاص، بصوا كده لونها بقى الجلد معايا. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. بصوا الطماطم خشنة ازاي. انا عاوزة اقول لكم الطماطم الخشنة دي بتديكي احلى نتيجة في التسبيكة، بتبقي بتاكلي محشي زي ما قال الكتاب. بصوا عاملة ازاي، تحسوا ان فيها حتت زي اللحم. هنا بقى ايه، هي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الحلة شالت معايا العشرة كيلو يعني بالعافية. هقلب بقى كده، اخلي ايه كله يتجانس في بعضه، وهبدأ اغطي الحلة، واخلي النار متوسطة. انا مش هعلي النار قوي ولا ههديها قوي، هخليها متوسطة. وايدي هروح واجي كل شوية اقلب لحد ما احس ان التسبيكة بدأت تنشف معايا، وتحسيها ايه قلت. يعني انتوا شايفين دلوقتي هي مالية الحلة لفوق قوي، هتشوفوا بعد ما تغلي كام غلوة كده والمية اللي فيها تبدأ تنشف اللي في الطماطم، هتشوفوا قلت ازاي. يعني كل مدى هتحسوها بتقل، اللي هي ايه، بيتبخر بقى المية اللي فيها كلها مية الطماطم. بصوا عملت ازاي. هنا كده برضو انا لسه سايباها، انا بسيبها اما الزيت بتاعها سمنتها او زيتها يفصل عن الطماطم، والطماطم تبقى معايا ككتلة سليمة تقيلة. فكده بالنسبة لي لا لسه، بس بروح واجي اقلب فيها. عاوزة اقول لكم بقى، اللي هي مطلعة ريحة خيالية خيالية يا جماعة. اللي ما كلتش محشي بلية قبل كده ما كلتش محشي. جربي لو ما عملتوش قبل كده بلية، ولو بتعملوه بلية خشوا قولوا اللي ما عملوهوش ايه رأيكم فيه. اللي ما كلتش محشي بلية ما كلتش محشي خالص. هنا خلاص بقى كانت بدأت، بصوا شايفين قلت معايا نسبة الحلة قلت ازاي. خلاص بصوا فصلت ازاي بقى معايا، الصلصة تقلت خالص، واللي فاصل فوق ده السمنة بتاعتها. كده تمام معايا زي الفل. هسيبها بقى انا لا بعبيها ولا بعمل فيها اي حاجة غير لما بتبرد تماما. بسيبها تبرد تماما، ما يبقاش بصوا فيها اي سخونية وانا بحطها ايه
هنا بصوا سبتها بتاع 3 ساعات. هنا بعرفكم على الشيف زعبولة صديقي. الشيف زعبولة بقى ده يا بنات لي قصة معايا في عز ما انا، عشان تعرفوا ان انا ايه، حد فرفوش كده وفي عالم موازي مع نفسي. في عز ما انا بشتري التحف والانتيكات والحاجة بتاعت شقة خالد ابني من النزهة الجديدة، إذ دخلت محل كده واحنا بنجيب منه تحف وشوية حاجات وتابلوهات، لقيت الشيفات محطوط الشيف ده ومعاه 3 4 شيفات تاني هم بيتحط فيهم المناديل بتاعة المطبخ. فشكلهم تحفة، شكلهم مضحك جدا. انا اللي زعبولة ده انا سميته زعبولة ليه بقى؟ ما شاء الله عليه، هو تخين قوي كده وماسك هون بيدق حاجة. فده عجبني قوي، فقلت للحاج صاحب البيت انا عاوزه الشيف زعبله ده. قال لي هو طالما زعبله هجيبه لك، انت مصممه انه زعبله؟ قلت له هو زعبله، انا شفته كده يعني دخل قلبي وسميته زعبله اول ما شفته. فده يلزمني انا في المطبخ معايا، فعشان تعرفوا ان انا ايه في عالم موازي. اه والله يا بنات، اختكم شيماء في عالم موازي خالص. على الله حكايتي، انا على الله حكايتي والله العظيم. بصوا بقى يا حلوين، الكمية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكمية اللي اديتها لي ال10 كيلو طماطم ومعاهم 2 كيلو بصل، كمية محترمة قوي. الكيس اللي انا معبيه ده كيس كبير، يعني يعمل كمية محشي حلوة. عملت كام كيس؟ عملنا 8 اكياس، يعني 8 اكلات. وبسم الله ما شاء الله 8 اكلات ايه بقى اللي هو ايه، يعني حالتين محشي محترمين. تمام. هتعملي بيه بقى محشي بتنجان، محشي كرنب، ورق عنب. انا حتى بصوا، انا حتى في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في اللي هو الممبار او العصبان انا بعمله، بس انا بحب احط معاه بصل ني. البصل الني في المحشي بتاع الممبار بيدي طعم حلو قوي مع التسبيكة دي. يعني ان شاء الله ان شاء الله هعمل لخالد عشان طالب مني الاكله دي، هصورها لكم وانا بعملها وهوريكم انا بعمله ازاي. يعني هو ليه طريقه كده ايه وطقوس معايا شويه غريبه، بس هتاكلوا برضو يعني شويه ممبار مميزين جدا جدا، ما تاكلهمش في اكبر مصمت في مصر. مش عارفه اقول لكم انا قد ايه متواضعه، تبا لتواضعي. والله يا جماعة، والله أنا مش أنا اللي بقول كده في نفسي، ما بيشكرش في نفسه غير الشيطان. أنا اللي بياكل أكلي هو اللي بيقول عليا الكلام ده. عاوزة بقى طلب من حبايبي القدام معايا بمناسبة ان انا اتكلمت عن اكلي وعن الشطارة وعن الكلام ده كله. كل اللي جرب حاجة انا عملتها يكتب لي في الكومنتات رأيه فيها ايه، بكل امانة، سواء عجبته او ما عجبتوش. انا بقبل النقد يا جماعة جدا جدا جدا، بس يكون في حدود الادب والاحترام مش اكتر من كده. لكن طبعا طبعا اللي بيقولوا ايه الاختلاف في الود، الاختلاف ايه ما بنفسه للود قضية، انا مش عارفة بيقولوها ازاي. المهم يعني لو اعترضتي او اختلفنا او كده، انا مش هزعل، مفيش اي مشكلة. مفيش حد ما بيغلطش وكلنا خطائين. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا بجرب الحاجة مرة واتنين وتلاتة وببقى واثقة جدا جدا جدا، لازم على ثقة فوق ما تتخيلوا لأي حاجة بقدمها لكم انها ناجحة معايا 1000000%. وبقالي كتير بعملها وواخدة خبرتها، سواء من ماما، من حماتي، من حد اكبر مني. فانا مش بقدم لكم اي حاجة يشهد ربنا عليا ويعلم الله، انا بقدم لكم الحاجة اللي انا ببقى مستفادة منها وحابة غيري يستفاد منها، سواء يعرفها او ما يعرفهاش. مش كله بيبقى عارف المعلومة، يعني مش كله بيبقى عارف المعلومة. في بنوتات لسه زي ما قلت كتير لسه داخلين في بداية حياتهم، في بنوتات لسه بتتعلم تخش المطبخ وتعمل حاجة، في ستات كبيرة على دماغي من فوق امهاتي واخواتي الكبار، بيبقى برضو في حاجات جديدة طالعة ما بيبقوش عارفينها. فكلنا بنتعلم من بعض. هي ايه، حلقة يعني دايرة وبتلف، كلنا بنتعلم من بعض. كل حد عنده معلومة بيفيد التاني بيها. المهم كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، اتمنى اكون بفككم وشرفتوني.